صوت السيارات. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بحضرتك؟ الاستاذ عباس مدير اداره المستشفى العام. اهلا بيك. انا شايف انتوا فاردين سراير مكسره ومنها مدهون. المدهون ده ايه والمكسر ايه؟ السراير دي كانت كهنه، واحنا عملنا ورشه صيانه هنا مع الاستاذ حماده مدير الصيانه بتاعت المستشفى العام، وجبنا فنيين من عندنا للرش، وجبنا فنيين حدادين يلحموا السراير، وطلعنا من الكهنه دي السراير اللي انت شايفها حضرتك دي الجديد. هو السرير ده اصلا جديد بكام؟ قديم. السرير ده جديد ب 15,000. ده ب 15,000. ايوه. وانتوا عملتوا اعاده تدوير للكهنه؟ للكهنه. وطلعنا منهم ال 100 سرير اللي انت شايفهم من حضرتك اللي احنا شغالين فيهم دي كلهم. ده كله هيترش وهيدهن. يعني انت كان عندك كام سرير بايظ وطلعت منهم كام؟ انا كان عندي 150 سرير لسه بايظ، طلعت كده منهم 105 ولسه هطلع منهم تاني، بس قلت لسه شغالين يعني لسه مش شغال. يعني الباقي ده لسه شغال. لسه الكهنه اللي موجوده قدام حضرتك العاليه دي اللي انا بطلع منها الجناد، اللي عايز عجله اللي هناك اللي موجوده. ايوه دي حضرتك. دي لسه هتطلع منها؟ بطلع منها، بخلص 100 سرير 100 سرير. الحاجات اللي جايه الرشه بتاعتها والحاجات دي جايه تبرع من الناس اصحاب الخير. الحكومه والدوله والمستشفى ما دفعتش فيها نص جنيه. مش غرمانين حاجه؟ مش غرمانين. الفن اللي عنديين من موظفين، في ناس متبرعه بالكمبروسر وفي ناس اتبرعت بالدهان. طب العدد الكبير قوي من السراير البايظه ده مأثر على المستشفى؟ طبعا، لان انا عندي سراير كتير. عندي عجز في السراير جوه، وعندي سراير برضه لسه هتتكهن. لسه هتنزلها برضه وتعمل نفس الحكايه فيها. حضرتك هجدد ده واطلع الاجسام فوق واسحب القديم كمان ادهنه وارشه تاني. مين صاحب الفكره دي؟ صاحب الفكره دي كانت الفكره دي من 2013. كنت انا ومعايا كان معايا الاستاذ حماده العريان وكان معايا الاستاذ محمود الشنقلاوي. وعملتوا الموضوع ده كم مره؟ عملت الموضوع ده مرتين. وفر كام بقى؟ لا وفر كتير على الدوله حضرتك. يعني احنا عملنا المره الاولانيه 150 سرير والمره الثانيه 200 والمره دي 100 سرير اهو ولسه شغالين. مبالغ كبيره طبعا. طبعا. كان الاول ده كله يتكهن ويجي بداله جديد. ويجي بداله جديد. وطبعا الجديد بيجي عدد اقل وخامه اخف من دي فبتكسر بسرعه. انما القديم اشد. عشان دي الخامه القديمه فهي خامه احسن من الخامه الحاليه كتير. متانه السرير والسلك بتاعه والحاجه بتاعته. الموضوع ده بياخد معاكم وقت كتير؟ ال 100 سرير بياخدوا معانا كلحمات وكرش وبتاع بياخدوا 10 ايام بالظبط. 10 ايام. وبنعمل بعد ما نخلص السراير عندنا كنب بنجيبه، عندنا كراسي. كنب وكراسي القعدات هندهنها وندخلها صيانه ثاني نرجعها الخدمه ثاني. جميل جدا، ده يوفر كتير جدا. تمام. وده كده هيبقى عندك بقى احتياطي كمان فوق اللي انت محتاجه في المستشفى. الله ينور على حضرتك. يعني انا ال 150 سرير المتكهنين دول لو طلعت منهم 140 سرير او 130 سرير انا يعتبر اشتريتهم من اول وجديد وما دفعتش فيهم حاجه. واحتياجك هنا في المستشفى كام سرير اصلا؟ انا احتياجي في المستشفى المفروض ان فيها 562 سرير. انا عندي المفروض في 100 سرير زياده. انا بحاول ان اخلي في المخازن عندي حضرتك العدد اللي انت شايفه ده ويكون عندي السرير لحاله اي طوارئ، لحاله اي كارثه تحصل في محافظه الاسماعيليه لا قدر الله. تمام. سراير زياده يبقى انا عندي سراير زياده. تمام. بنعمل بالجهود الذاتيه برضه تنجيد المراتب في الفتره الحاليه. طبعا مديريه الصحه الدكتور محمد ابو سليمان وكيل الوزاره الدكتور سعيد السعان ساعدونا في حاجات كتير، في الفرش بتاع التنجيد، في المراتب، ساعدونا في الكراسي، في الحاجات اللي هي ايه ما نعرفش احنا نشتريها. تمام. ولا ما تعرفش الناس تجيبها. بيجيبوها من حتت معينه يعني. هم بيشتروها لنا من المديريه بصراحه. تمام. انت حضرتك هنا مسؤول عن المستشفى بس ولا بره المستشفى في مراكز تبعك؟ لا انا مسؤول عن المستشفى العام. المستشفى العام. ما تعرفش المراكز بيعملوا زيك ولا لا احنا اول مستشفى على مستوى الجمهوريه تعمل الحاجه دي. جميل جدا. اول مستشفى على مستوى الجمهوريه تعمل حاجه اذا مع اعاده تشغيل وتدوير السراير مره ثانيه. شكرا يا فندم. العفو يا فندم.